السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي المشاهدين الكرام. تحية طيبة لجميع الخوت والخواتات اللي تيشاهدوني وتدعموني، وشكرا لكم جزيل الشكر. عفوا. اليوم عندي موضوع غنتكلم عليه. هو حساس شي شوية و... ويعني وبان لي باش نهضر عليه مزيان بالحرف بالكلمة. الدنيا بطمة، الدنيا بطمة، غنقول لها على سلامتك، ربي يطلق سراحك. ولكن ارتكبت واحد الغلط كبير بزاف بزاف. وهذا اللي تار الانتباه ديالي مزيان باش نهضر عليه. الدنيا بطمة من تبارك الله عندها موهبة كبيرة، لأن حبوها جميع المغاربة، بالخصوص العائلة نتاع بطمة معروفة عالميا. تنشكر بزاف بزاف الناس اللي هما تيفرقوا ما بين الخطأ وما بين الصحيح، وكما تنقولوا ان الله غفور رحيم. وتنقولوا لها على سلامتك اللي خرجتي البنياتك، بقاو فيا البنيتات ديالها. ادت المسائل السجنيه ديالها، لان القضاء ماشي راه ناس على يديه اليمين. القضاء نزيه عندنا في البلاد، ولكل حق حقه. باش ما نبعدوش على هذا الموضوع اللي انا بغيت نهضر عليه، هي الدنيا بطمه. من بعد ما جاو عندها المنابر الاعلاميين، تنحيهم في هذا المنبر هذا. تنقول لهم شكرا جزيل الشكر، لان كيقوموا بواحد المجهود كبير وتيبغيو يوصلوا بزاف د المعلومات للمواطن المغربي. يعني ماشي كيقولوا تيديروا لنا التشهير ولا لا، لكل حاجه توصلوها. يعني ما تتصنعوش فيها، هذه خصهم يقولوا، هذه ما خصوش يقولها. ولا منين يعطي مثلا الميكرو ولا شي حاجه يقولوا لا عادي تقول هذه وما تقولش هذه. يعني كيقوم واحد الواجب ديالو. اي منبر اعلامي عنده الاعتماد ديالو، عنده المسائل القانونيه ديالو وكل شيء. فاذا هي الدنيا بطمه، من حقها، من حقها ما تعطيش تصريح لاي منبر ما بغاتوش، من حقها توقف. تنشكروا منبر شوف تيفي، وتنشكروا المدير نتاع هذه الجريده. تحياتي ليه الخالصه من هذا الفيديو هذا اللي دايره انا في هذا المنبر هذا. تحيه طيبه. اختي الدنيا بطمه جاو عندها المنابر الاعلاميه، ومنهم منبر شوف تيفي. يعني ايه، من حقك الا بغيتي ما يسجلش معاك ما يسجلش معاك. راه الا كنت انا غدا ولقيت شي منبر اعلامي اولا شي حد يصور، نقدر نقول له خويا عفاك ما عندك تقبط ليا وجهي ولا شي حاجه، ولا شديتيني ولا شي حاجه، راه غادي ندير لك متابعه، نتابعك قانونيا. انفعلتي يا الدنيا ولات ما عندكش القانه، وكما كناش دابا تنشوفوك تتمشي مسافره وتتغني عاد خرجتي ونشيطه، يعني ما مأثره عليك حتى شي حاجه. مأثره عليك بزاف د الحوايج. غنقولوا مسكينه ما نواخذوش منها لان راه خرجت معقده والله يحسن العوان وهذه. ولكن انت كتزاولي النشاط ديالك والصور ديالك في لندن وكلشي، الناس بلا ما تبقاو تحطوا دوك الصور ديالها واستفزاز، لان ما عندناش حق، ما عندناش حق. ان الله يرانا. ما عند حق حتى شي واحد يستفز شي واحد ولا شي واحد يحطم شي واحد. تقبطي هذاك المنبر الاعلامي اللي جا. المهم بغى يدير واحد الجديد، لان دار هذاك الشيء اللي قال عليك ولا اللي صور عليك ولا اللي كان مباشر، هذاك الشيء راه كاين، ما كذبش عليك، ما زادش حاجه من راسو. يقدر جا من بعد ما خرجتي من السجن غادي يدير شي حاجه جديده، يعطي شي صوره اخرى على دنيا بطمه، تحولات ما بقاتش كي كانت، راه عندها واحد الجديد، وغادي تقدر تفاجئ الجمهور المغربي بشي اغنيه جديده بشي حاجه. ولكن باش تراماي تقطعي ديك البونيطه ما جاتش، ما جاتش. حنا تنطالبوا من المدير نتاع المنبر نتاع شوف تيفي يقدر زعما الى انا هي تنقول المسامح كريم بدون متابعه. ولكن شوف هي واش تبغي تسامح ولا غتقول لك لا، ما نعرف. هذه هي اللي غنقول، لان المنابر الاعلاميه ليكون في علمكم مبتدئين ولا ماشي مبتدئين ولا عاد بغاو عاود يتمرنوا، راه منهم تعلمنا، راه منهم تعلمنا للصحفيين الاحرار.
راهم بالاعتمادات ديالهم، لي ديبلوم ديالهم، بقرايتهم، علمونا كي نديرو نهضروا. دابا اللي انا تنهضر معكم مباشره، كنشكر جميع القنوات في مدينه مكناس اللي علموني وراوني كيف نهضر كيف نتكلم. راه تعلمنا منهم بزاف د الحوايج. اي منبر اعلامي في مدينه مكناس تنحييه في هذا الفيديو هذا. تنقول لكم شكرا على المساعده والمساهمه، تبارك الله عليكم. يعني ما كاينش الاستفزاز، كما بغا يكون تيقدموا له مساعده وتيحاولوا يعني لا ماشي انت كذا ما كداشي، باش ما نبعدوش على الموضوع. لان المنابر الاعلاميه تنعرفهم انا، كل واحد عنده اعتماد، ترخيص، اللي عليه واللي ماشي عليه. اللي تيتجاوز الحدود ديالو راه تياخذ الجزاء ديالو. ها كيفاش تقولوا، ها كيفاش توقفوا، ها كيفاش ديروا، ها اللبس اللي يجي معكم، ها اللبس اللي ما تلبسوش. ما يجيش قدام 15 الميكرو ويتهز داك الميكرو ما بين الميكرويات وتقطع ديك البونيطه. لا، هذا خطا كبير، حيت الفنان تعرف غير في ميدان الفن، والصحافي تعرف في ميدان الصحافه، واللي يبني على شي حاجه من قالك ما شاب على شيء شاب عليه، شاب عليه عفوا. كل واحد ولكن من تواضع لله رفعه. راه اي منبر اعلامي، اي واحد مازال عاد تيدرب، اي واحد عاد باغي يدخل لميدان الصحافه او هادي، فإلا عطيوه قيمه بدون استفزاز. انا تعرف بعد شي وحدين قسما بالله فنانين مبتدئين باقي ما كاين لا شيء لا والو، وتيجي وفرحان باش تمدلو الميكرو مثلا وتهضر معاه وكلشي، تنشوفهم وتنعرفهم، تيوصل تيدير الجناح ويستفزك وتيستفز ويهضر هذاك المنبر خايب، لا هذاك في هادي لا هادي. ما يمكنش جيتي تضربي فنان باقي عاد مبتدئ، ومنين تيبان ويعطي الكلمه هادي كما تنقولوا تيدير القرون. لا يا الفنانه، حنا راه تنحبوكم، تنشوفوا شي فنان تنموتوا نمشيو نتصوروا معاه، تنموتوا باش نهضروا معاه ويعطينا شي كلمه، تنبغيو باش يكون عندنا ممثل معروف، فنان معروف. واذا تبقاو تنشوفوا مهم الفنان خصو يكون فنان، فنان في الطبع، في الكلمه، في الوقار، في الاناقه، في الثقافه. لو انت ما يكونش كاع قاري، راه شحال من فنان ما قاريش تتحير تجلس حداه، تعمرك بالذكاء وتخلي كل كلمه قالها غناها اولا كتبها ولا قالها غير من راسو تتمعن فيها. ولا بغيتي تطلع البوز وبغيتي تشهر وتحط في القناه عندك في اليوتيوب باش تطلع المشاهده. هادشي اللي بدا تيبان ليا دابا. انتيا الفنانه معروفه، خرجتي بسلام، شفناك بنياتك تيعنقوك، بكيت قلت الله يسمح لي واخا انت حطيت واحد الفيديو قلت لا، ولكن لا باش تجرئي على منبر اعلامي. لا لا، منبر اعلامي عنده متابعه ليك، ولكن حنا تنطالبوا من المدير تاع جريده المنبر الاعلامي شوف تيفي، يعني نقولوا هنا غتوقف القضيه باش ما تكونش عندها شي متابعه، رغم هي ما عرفوش في خبر ولا ما خبرش، تعرفني ولا ما تعرفنيش، انا تنهضر كانسانيه، كاحساس انساني. وهذيك الوقفه اللي وقفات، وهذيك الوسام اللي عطاها محمد السادس الله يخليه لينا والله يشافيه، هذوك الناس اللي يحبوها خارج ارض الوطن ماشي حتى مغاربه، هذيك الوقفه اللي وقفتي، هذيك الفن اللي عبرتي عليه، طلعتي القيمه للفنان لانك جبتي وسام ملكي وكل شيء. بغينا واخا هذيك المهم المعاناه اللي عانيتي او السجن وهذه هنا بغينا نقطه الاستفهام. الله يجازيكم بخير، بلا ما نستفزوها ما نعيروها، هي كتبغي تلبس، هي كتبغي التجميل ديالها من الصغر. هي كلهم الفنانين كانوا عندهم واحد المبادئ في شكل واللباس في شكل وصوره في شكل، ودابا تبارك الله تنشوفهم الجمال وداروا التجميل وداروا بزاف د الحوايج، منهم عده نتاع الفنانات، لان حتى هما راهم دازوا في واحد البرنامج واستفزوا عباد الله وهضروا كل شيء. وعلاش علاش علاش علاش
واش الفنان والممثل راه شي حاجه، راه تيوصلوا لنا شي افكار. المعلم تيقرينا اداب وحوار وكلشي، الممثل تعرف كيف ديري تبريزونطاي وهادي، وكذلك الفنان كيف ديري تعطي اللغه، وكذلك الصحفي كما بغى يكون عنده قيمه. الا تجاوز الحدود ديالو راه كاين سميتو القضاء، صافي. هادشي اللي تنقولوا. وتنقولوا عفا الله عما سلف. لاله الدنيا. تنتمنى جميع المغاربه الله يهدي ما خلق، نحدوا من هذاك الاستفزاز وداك الشتم وداك السب، لان لا علاقه. حنا باش نعايروها ولا نسبوها الله يسامح علينا، ما حنا غير مسلمين، حنا مغاربه احرار، تنحبوا ملكنا، تنحبوا الوطن ديالنا، لا للفتنه لا للمجادلات او السب او القذف. وكلها كيقول لها واحد المثل، كلها براتو في قفاتو، بلا ما عاد نطلع انا ونقول، راه كلها تينسب على المبادئ والاخلاق ديالو. تنقولوا مره اخرى منبر شوف تيفي. انا تنحيي فاطمه الزهراء من هاد فاطمه الزهراء شوف تيفي حتى هي شحال خدات المعاني والمعاهي. وي مصيبه كحل حق الله. اي منبر تيكون شديد وتيهضر، والا ما كان غير الدق والعصا. حنا والله العظيم حارين، حنايا واعرين. وي وي. المهم تنحيي فاطمه الزهراء شفت في هذا المنظر هذا، وتنقول لكم شكرا لكم، وتنقول الله يجعل القلب سميح للمدير نتاع الجريده شفت في، وتنقول الله يجعل القلب سميح. يعني عفا الله عما سلف. تنتمنى ما تكونش شي متابعه من طرف هذا المدير نتاع شفت في. هي خطات فعلا ودارتها ماشي زوينه، ولكن شنقول ختامه مسك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم اختكم صوفيا تيفي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا. السلام عليكم. ما سخيتش بكم.